الله وبركاته. اخواتي وحبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم صيد السمك وجروب صيد السمك غية في احسن نيه وقبطان الصيد. تحياتي ليكم جميعا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا النهارده 12/11، الميه نزلت كتير قوي، بدات تجيب المنسوب الطبيعي اللي احنا اصلا بنصطاد عليه. المشايه بتاعت الميه ظهرت، مشينا عليها النهارده وانا كنت قاعد عليها. اليوم النهارده ما كانش معمول حسابه ان احنا نطلع للصيد. انا طبعا كان عندي شغل ونازل النهارده عشان خاطر واحد زميلي كان نفسه ان هو ينزل على الميه، راجل بعزه جدا الباشمهندس محمود، وقال لي عايزين ننزل شويه. قلت له خلاص مفيش مشكله بس ننزل متاخر. نزلنا 9 بالليل والساعه دلوقتي داخله على 12 اهي، ولا الساعه 12. بس السمكه بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي راح مش هنحسبه. هذا يا جدعان السمكتين اهي، الشريتين اللي خدناهم اهم مفضيين مع بعضينا. طبعا الناس كانت بتسال اسرح على الطويل او القصير. انا كنت بسرح النهارده على 5 متر. يعني الناس كانت بتسال اسرح على البر ولا اسرح جوه. لا انا كنت بسرح النهارده على طول 5 متر. اللهم صل على النبي. انا صاحي طبعا لسه لان انا جنب البيت هنا. كل يوم بنسبق. احنا نزلنا امبارح السمكه ما كانتش. اهم حاجه انك انت بتسرح ايدك بتبقى حساسه جدا وانت بتسرح في الماء الماشيه. الماء الماشيه هي ميه سمك، ما تقعدش اللي فيها غير السمكه الشديده، السمكه الجامده، السمكه الكويسه، الشرايه الحلوه. طبعا وقع اوزان حلوه بس ما كانش فيه نصيب. يعني الملقاف اهم حاجه. الملقاف امبارح خدت الملقاف معايا، السمك قليل ما خدتش السمك. هم 3 شريات اللي خدتهم النهارده بسم الله ما شاء الله. السمك الميه واكله ما بتوعدش. يوم ما السمكه تاكل يوم ما تاكلش. هي الدنيا كده، هي وحظك بتبقى حظوظ. يعني انت النهارده نازل مش ناوي انك انت تقعد عشان عندك شغل الصبح وساعات سبت شغل المحل. وادي شايف البلدي كمان اهو، شغله طبعا زي ما انتم شايفين وحش قوي. بس هو واخد السناره في بقه، قاطع السناره اللي في بقه، صاحي برضه كهوت. فالايام ديت يا جدعان انزلوا استمتعوا. الناس اللي بتسال بتقول لي طب انت بتشتغل على رصيف حجر؟ البولت عشان برضه تشوفوا حجمه. ده حجم البولت اهو بسم الله ما شاء الله اهوت. ده حجم البولت. فبتشتغل على رصيف حجر بتقول لنا الطينه احسن. الطينه احسن. ولو نزلنا على ادوار طينه ومشينا عليها جروف غويطه هنقع في بولت احسن من كده. اهم حاجه انت الصيد مش ان انا هرمي الغابه واقعد اتفرج عليها. لا انت بتشتغل، بتمشي، تسحب عليك شويه، تجس شويه، تسند على الحوشه. اول ما تلاقي حوشه افرح بيها. مش معنى ان انا قطعت ان انا خلاص لا ابعد عنها. لا افرح انك انت في حوشه في الميه. السمكه بتتجمع على الحوشه، بتتجمع على الحوشه. اسند على الحوشه شويه، ارجع بايدك قبل الحوشه كده هتلاقي السمك بياخدك. وانت اول السمك بياخد الفله ويضرب ايدك هي الفرصه، هي الصيد في الحته دي انك انت تديله بقى بالملي. يعني هي حسيه ومع تفكيرك مع خبرتك اديها له بالملي واحده 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 لحد ما تبص تيجي الفله بدات تنزل. ما تضربش على طول، سيب الفله لما تختفي خالص، لما تغمق خالص واضربه هتلاقي السمك بسم الله ما شاء الله. بالذات الصيد الغويط في الايام ديت السمكه ماسكه الغويط. يعني انا النهارده بقول لك كنت رافع على 5 متر غير الرمال. الرمال كان 70 80 سم، يعني وصلت ل 6 متر بمشي عليها بسرع عليها. الغابه اللي معايا اللي هي السترونج اللي هي الصيني، شغال بغابه صيني في، بس طبعا صيني نضيفه. الغابه دي نضيفه 7 متر 20، وبدور على غابه 8 متر او 9 متر موصي الاستاذ ميدو على غابه، او 10 متر تبقى احسن. كل ما الغابه كانت طويله، عشان في ناس تقول لي يعني ايه غابه مش هتنفع. لا مش هتنفع في صيد النيل، مش هتنفع. في النيل غير الفرعيات، انت ما بتصطادش في متير عام. وبعدين النيل غويط، ممكن تلاقي قدام منك هيشه، حوشه عايز تفاديها، فرش حجر عايز تفاديه، زلفه عايز تفاديها. فلازم الغابه الطويله لان هي السمكه تبقى ماسكه الغويط في الايام ديت، مش ماسكه البر. لما الجو سقع جامد السمكه هتبرر شويه. بص تلاقيها ماسكه جنب الحجر، جنب الجرف. بص تلاقيها ماشيينها جنب الجرف، السمكه تاخدها جنب الجرف. فالايام ديت لا محتاج غاب طويل 7 متر 8 متر 10 متر، كل ده غاب كويس. والغابه طبعا تكون رقعه وخفيفه عشان تشيلها، لان انت بتبقى طول الليل ماسك الغابه، شايل الغابه على ايدك وتمشي. في اللي انا شغال بيها ايه 5 بليات، وطبعا لو في اللي اكبر من كده تبقى احسن كمان. كل ده بيفرق معاه في التسريح.
ومش عايز اقول لكم اكتر من كده بقى، وده الخير بتاع ربنا اهوت، والدنيا ان شاء الله تبقى زي الفل في الايام اللي جايه ديت. وصلاة النبي عليك يا مصري، هنفضل ابطالها لغايه ما نبطلها. والمصري النهارده 12 11 يا رجاله اهو. نام يا تاني في الكاوتش بتاعك يا نام يا ولا نام. نام يا ولا نام لما اجيب لك العياشه يا ولا. نام لما اجيب لك العياشه يا واد نام بس كده. خليك بقى نايم هنا كده نطلع لك العياشه ونستفتح اول استفتاح وربنا يجعله خير ان شاء الله. الصيد ليه ناسه والمصري اساسه. والله يا رجاله السمكه دي ليها العجب. نحطها في العياشه الوقت دي. بعد ما طلعت وقعت في الميه، ما دي جبتها ازاي انا مش عارف والله. اللي جاي جاي واللي رايح رايح فعلا. يعني دي استني بس وهتروحي تاني. الصلاه على النبي. اللهم صل على النبي اهو. نجيب العياشه ونحطها بس الاول. والله وقعت في الميه مشففه خالص، يعني جايه من الجلده اللي فوق. وثابت في الميه، بمد ايدي مسكتها ازاي مش عارف. سبحان الله. اللي ليك فيه ليك فيه. لا الله المصري ايه؟ هيدلع اللبلوب ويرقص اللبلوب. التلاميذ بيقولوا علينا عجزنا. المصري موجود يا رجاله اهو. النهارده 12 11. صلاة النبي عليك يا مصري. وتلاميذنا بيقولوا علينا عجزنا. لا ده انتوا اللي عجزتوا. والمصري لما بينزل ارض الملعب مفيش كلام مفيش كلام. كام ده؟ هنعد قد ايه؟ اللهم صل على النبي. المصري صياد المعشوقه، والمعشوقه بتحبه وهو بيموت في المعشوقه. صلاة النبي احسن عليك يا مصري. هنفضل ابطالها يا راي محمد الابيض ومش هنبطلها. احنا ابطالها ومش هنبطلها. وتحياتي بقى للحاج بدر ستار وماهر الدجوي والناس حبايبنا دولت والحاج اسماعيل دبوس ومحمد الجندي وكل حبايبنا بتوع بولاق وامبابه. تحياتي ليكم جميعا. والمصري هيفضل ابطالها ومش هنبطلها. صلاة النبي عليك يا حوده. صلاة النبي عليك. انا عارف ترفع ضيعته وجبته. نزلت وراه الميه. الراجل نام ورا منه في الميه جبته. صلاة النبي عليك. افرد السمك كده تخليه يبان يا حط على ايدك كده كده. اللهم صل على النبي. ايوه كده ايوه كده يا حوده. فرح كده حبايبك وفرح ولادك. يلا عشان ام مين هتفصص؟ ايوه مراتك اسمها ام ايه؟ ام محمد. ام محمد هتفصص النهارده يا عم. يلا ربنا يرزقك واستفتح اهو. صلاة النبي احسن رجاله. هنفضل ابطالها لغايه من ايه؟ لغايه ما نبطلها. ادي السمك اهو اهو. ادي السمك اهو. والمصري بيقول السمك اهو. وتحياتنا لكل حبايبنا. الحاج بدر ستار والحاج ماهر الدجوي وكل الناس الحلوه واسامه وعمرو الشيخ وابو ميزو وكل حبايبي كل حبايبي كل حبايبي. بنمسي على الناس كلها. بقول مصر هيفضل ابطالها لحد ما نبطلها. مش هنبطلها مش هنبطلها. صلاة النبي احسن يا مصري. وتحياتنا لميدو دولفين اخويا المحترم ميدو دولفين. تحياتنا ليه وبسم الله ما شاء الله رجاله. حبيبي يا حوده. ميدو محترم بيني وبينك وحاجته محترمه. وبعزق بيمسي عليك يا ميدو. ومحمود الحداد بيمسي عليك يا ميدو. احلى طعميه ميدو دولفين. تحياتنا لميدو دولفين وتوته طبعا ست الكل. تحياتنا لكل الناس اللي تبع ميدو. والمصري بيقول احنا ابطالها ومش هنبطلها. نسأل المدير عمرو الشيخ اخويا عمرو الشيخ وصديقي. اهداء دي لعمرو الشيخ اهداء خاص. والبحر واسع. خش وهات. بيقول عليها ايه هو؟ النيل واسع. خش هيجيلك. النيل مش البحر. لا النيل مش البحر النيل. ايوه. والمصري ابطالها ومش هيبطلها. بيقولوا علينا عجزنا. تلاميذنا بيقولوا علينا عجزنا. وادي كمان شله رجاله اهو بيزقزق اهو. بشيلان ظهرت كل يوم بناخد لنا 2 3 اهو. بالع الحديده كده الحديده هتتقطع جوه بقه. زقزق يا واد زقزق وسمع الناس زقزقتك. شيلان وبولتي وبياض والدنيا لعبه. والمصري هيفضل هو المصري. المصري مصري يا رجاله. اجدع تحيه ليكم ولجروب صيد السمك غيه وقناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره. ماشي ماشي يا زقزق. هنقطع الصناره في بقك مش مشكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبايبي ومتابعينا على قناة المصري لتعليم صيد السمك بالصنارة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده 12/11، المايه نزلت كتير زي ما انتم شايفين اهو، قاعدين على المشايه والقعده زي الفل بصحبه محمود الحداد والمهندس محمود واخويا محمد بعزق. والميه بسم الله ما شاء الله، والله احنا جايين كده يعني بالصدفه، يعني ما كناش ناويين ننزل، كان في واجب قضيناه وقلنا ننزل نقعد شويه. جينا الساعه 8 والساعه دلوقتي 12 اهيت، وبسم الله ما شاء الله بقى اتفرجوا على شويه السمك. شويه السمك، شويه شير اهم، اللهم صل على النبي. ومين يشيل بقى شويه شير من اللي قلبك يحبه. طبعا احنا شغالين بالفيابر 7 متر و8 متر، وبنمشي في ميه ماشيه في حلوان هنا، والرزق بتاع ربنا. شغالين بخيط الاساسي 30 وخيط الرمال 25، وصلنا ل4 وطعمايه بلدي. ما كانش فيه حتى جبل، طعمايه بلدي اللي اشتغلنا بيها. وادي شويه السمك وهم زي ما انتم شايفين كده، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله يا ابني. يعني الواحد يتمتع، واللي راح طبعا ما بيتحسبش. هنقول ما راح ليه؟ ملقاف. جبنا الملقاف امبارح، السمكه ما كلتش. ليه؟ الميه ما بتتوعدش. الميه ما بتتوعدش، النهارده بتاكل بكره ما بتاكلش. ممكن تنزل السمكه تاكل معاك وتبقى زي الفل، ممكن تبقى نازل وعامل حسابك ومليون المية والجو زي الفل والسمكه ما تاكلش. فده اللي الواحد ده الواحد اللي بيتكلم عليه. فالرزق دوت، الرزق ده بتاع ربنا، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. فده اللي احنا بنقوله. تسرح غمازك وتسند عليه وتمشي واحدة واحدة وتعمل، اشتغل اصول الصيد، والباقي ده كله بتاع ربنا. اهم حاجة اما السمك ياخد الفله ما تستعجلش عليه. اضرب وجمع براحتك ورقص لبلوبك وتمتع مع السمك. هو ده اللي الواحد عايز يوصله لكم، انك انت لازم تنزل على الميه تشتغل صح. والصح ان انت تسرح غمازك، اسند عليه شويه. الناس كانت بتقول الارض الحجاره ولا ارض الطمي. ارض الطمي انا بقول لو طلعت قبلي هتبقى احسن من كده بكتير، لان الجروف هناك كتير، هنا مفيش جروف في القاهره، احنا بننزل على ارصفه حجاره. فهنلم بقى ونتكل على الله عشان اروح شغل الصبح. وهي الطلعه بتيجي كده ارزاق بتاعت ربنا، فقلت احكي لكم عليها واوريكم عليها، وشوفوا بقى الفيديوهات بتاعت السمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.